انتوا مش اصل الحواوشي، بس انتوا اللي قفلتوا الباب، انتوا بقيتوا ملوكه دلوقتي. صح حقيقي صح فعلا حقيقي. احنا بقى هنقعد نتكلم على الحواوشي وهنتكلم على الشرقيه وهنطبخ الحواوشي بطريقه العزيزيه. اكيد يا فندم. تمام. اكيد. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. نورني. ازي حضرتك؟ ده نورك، الحمد لله ربنا يا حبيبي. يخليك. انت اصلا جزارتك في الشرقيه. ايوه يا فندم. صح كده؟ ايوه ده الحقيقي. صح كده. ايوه يا فندم. وبتستخدموا اللحمه بتاعتكم، لحمه بلدي. بالظبط. صح كده؟ ايوه ده حقيقي. طب احنا بنتميز باللحمه البلدي. تمام. هو فكره حواوشي العزيه او المختلف في حواوشي العزيه ان احنا دايما الحواوشي بيتسوى، بيتحط في سواق، بيتحط تحته نسبه زيت عشان يستوي. صح. تمام. صح. احنا الموضوع مختلف عندنا شويه. تمام. احنا ما بنستخدمش غير الدهن الحيواني. ايوه ما انا خدت بالي. مفيش اي اضافات بتخش مع الحواوشي عشان يستوي. هو بيسوي نفسه بنفسه بالدهن الموجود فيه. فده طبعا صحيا هو افضل، صحيا افضل اختيار صحي. صح. كمان بتاكلي حاجه انت عارفه هي مصدرها ايه وجايه منين ومعموله ازاي. كمان معموله قدامك. احنا الموضوع عندنا بيختلف في ان الناس تيجي تقطع بنفسها. تشوف حته اللحمه بتتقطع، ياخد لحمته يروح الفرن تتسوى زي ما احنا هنعمل دلوقتي. اوكي. فالموضوع مختلف هنا يعني. طب انا عايزه استاذنك في حاجه. اتفضلي. انت الشيف، ولما يكون الشيف موجود هو اللي يبقى ايه في الليد. مريم. فانا عايزه اقف جنبك عشان اساعد، اتفضلي. اتعلم وبعد كده ابقى اجي اشوف بقى انفسك ولا ما نفسكش. اتفضلي. لا على دماغي. الحواوشي: نص كيلو لحمه مفرومه، ربع كيلو بصل، طماطم، فلفل اخضر، عجينه العيش. قول لي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب لحمتنا. تمام. يفضل اللحمه بتاعتنا تكون مفرومه فرمه خشنه. تمام. مش فرمه ناعمه. فرمه خشنه. انا شايفه كمان ان فيها حته دهنه كده. نسبه الدهون قد ايه بقى النسبه؟ من 20 ل 25%. تمام. ممكن بقى ضاني، ممكن عجالي، زي بقى ما الناس تفضل يعني. اوكي. حسب ذوق الناس في الاكل. تمام. عندنا بنحط على الربع كيلو لحمه اللي هو بيتعمل رغيف. بنحط 175 جرام بصل. من 175 جرام بصل ل 250 جرام بصل، ولكن ده حسب يعني حب الناس في يعني اذواق. ولكن احنا اللي احنا شغالين بيه 175 جرام بصل. تمام. شيف اصل انا ما بقولش اي مقادير، انا بحط كده. حضرتك بقى ايه بقول لك؟ كان لازم اغير المكان. ربنا يخليك يا فندم. طبعا الحواوشي هو اصلا تمام من القاهره. صح كده؟ مظبوط. كان اسمه ايه بقى الجزار؟ الحاج محمد مصطفى الحواوشي. مظبوط. تمام. صح كده. بعدين من اسكندريه برضو حبوا كده يلعبوا اللعبه دي بالظبط، ويعملوا العجينه وحواوشي اسكندراني، وبعدين انتوا كده تقدمتوا وخدتوا المسيره. احنا الفرق بيننا وبين اي حد يعني غير التجربه، طريقه فرمه اللحمه، طريقه فرمه البصل مظبوط مختلفه شويه. كل حواوشي في الدنيا انت بتروحي حضرتك تاكلي الحواوشي بتلاقي حته لحمه جوه الرغيف، بتقطمي بتلاقي الطعم حلو. تمام. ولكن عندنا الوضع غير شويه. اوكي. حته اللحمه لازم تكون خشنه. ايوه. حته البصل نفس الموضوع. ايوه فعلا. انا دايما ساعات بحس بيحطوا ميه بصل كمان، مش بيحطوا قصدك هنا؟ لا هو بيبقى بصل مفروم عشان ما يبانش، يخش في انسجه اللحمه فما يبانش مع البهارات، ياخد نفس لون اللحمه فما يبانش الاختلاف خالص. مظبوط. تمام. لكن احنا متميزين بفكره ان انت تيجي تاكلي حته اللحمه تلاقي لا في لحمه في بصل. صح. مش موضوع كله في قلب بعض. صح. تمام. نحط الفلفل. بالنسبه للفلفل طبعا سبايسز او عادي حسب يعني. تقريبا الرغيف بياخد حوالي 20 جرام تمام فلفل. تمام. يفضل ما نكترش عشان هو بيغير طعم اللحم شويه، بيمررها شويه. صح بالظبط. يعني بيغير طعم اللحم شويه، فهو يعني حسب صح. انا بحب ايه. صح. الطماطم كمان نفس الموضوع. الحواوشي بتاعنا ما بياخدش اكتر من 15 ل 20 جرام للرغيف الواحد. تمام. اصلا اللحمه عموما طعمها يبان اكتر من غير حاجات. صح. ما بنحطش يعني ايه. يعني اضافات كتير. صح. التتبيله بتاعتنا تقريبا الرغيف شمتها في الكواليس، ريحتها حلوه قوي. التتبيله بتاعتنا تقريبا 10 جرام للرغيف. 10 دي معلقه صغنونه خالص. تقريبا الرغيف بياخد كده تقريبا. أوكي. الرغيف بياخد في المتوسط 3.5 جرام ملح. اوكي. تمام. يعني بالنسبه لست البيت معلقه شاي
ما تكونش مليانه. للرغيف أوكي. الربع كيلو ماشي. 175 جرام بصل. ماشي. بعدين بقى تقعد تعجنها. ونعجنها ونراعي في العجن ان احنا ما نخليش اللحمه فيها عرق. يعني ايه فيها عرق؟ يعني مثلا احنا لما بنيجي نفرم الكفته او نيجي نتبل الكفته بنضغط على اللحمه قوي عشان تتماسك، عشان تمسك في بعضها. تتجانس. صح صح. التجانس هنا عندنا في الحواوشي مش مطلوب. أوكي. مش مطلوب ان اللحمه أوكي. تكون متجانسه قوي مع بعضها. اوكي. عشان تكون جوه الرغيف يعني مفروده كده واخده راحتها، مش زي الكفته.